ليه صغير البط بيمشي وراك أول ما بيطلع من البيضة وبيعتبرك أمه. دي بطوطة لسه طالعة النهاردة من البيضة، كل ما أسيبها تفضل تصوصو، ما بتسكتش إلا ما جت معايا. وده مش حب فيه، ده ظاهرة اسمها الانطباع أو البصمة. الانطباع الأول، والظاهرة دي معناها إن الكائن أول ما بيطلع من البيضة في أول 24 ساعة بيعتبر أي كائن حواليه بيتحرك فهو أمه، هو مصدر الأمان، هو القائد بتاعه. وده مش حب من الكتكوت بتاع البط الصغير، ده ظاهرة مخلوق بيها علشان يحمي نفسه. يقول لك إن أنا أمشي مع حد أحسن ما أمشي لوحدي أبقى خطر. والظاهرة دي أول حد اكتشفها وعالم نمساوي في الأربعينات. جاب مجموعة بط ما شافش أمه قبل كده، والمفاجأة إن بعد 24 ساعة عرض البط دي لأمهم، ما كانش بيمشي وراها، كان بيمشي ورا العالم. والحقيقة إن الموضوع ده مش بيحصل مع البط بس، بيحصل مع طيور تانية كمان. فتخيل الطائر الضعيف ده لو فضل لوحده أكيد هيموت. فمولود بفطرة فمولود بفطرة إن هو يشوف أي كائن حواليه يحتمي فيه، يقرب منه. اقترحوا عليا بقى اسم أسميها إيه؟ أنا سميتها وحيدة عشان هي لوحدها. البطوطة وحيدة. إيه؟ بطوطة بتقول لكم اعملوا متابعة. خلاص بقى انت كنت كومبارس. خلصنا الفيديو خلاص، امشي امشي. بيو بيو. طب انا هنام ازاي كده؟ هنام واسيبك ازاي؟